بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أهلا ومرحبا بكم مع حل للتقييم التكويني صفحة 97 و98. بيقول لك هنا رحلة إلى القمر حلم أصبح حقيقة. في عام 2142 لم يعد القمر مجرد جرم سماوي نراه ليلا. يبقى متى حدثت هذه القصة؟ سنة 2142. طيب أين حدثت هذه القصة؟ على سطح القمر. في القمر يعيش الناس سعداء. يعيش فعل مضارع مرفوع بالضمة، الناس فاعل وسعداء حال. كيف يعيش الناس؟ يعيشون سعداء. حيث أصبح الحلم حقيقة. أصبح ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الحلم اسم أصبح مرفوع بالضمة الظاهرة، وحقيقة خبر أصبح منصوب بالفتحة. بعد عقود من التخطيط والبحث تمكن العلماء والمهندسون من بناء مدن تحت قباب زجاجية تحمي سكانها. يبقى عملوا مدن تحت قباب زجاجية تحمي سكانها من الإشعاعات الكونية والظروف القاسية على سطح على سطح القمر. تتميز الحياة في مدينة القمر بالكثير من الخصوصيات. يبقى الخصوصيات التي تتميز الخصوصيات التي تتميز بها مدينة القمر. أول حاجة إن الناس بتنتقل باستخدام أنابيب الهواء المضغوطة التي تنقل الأشخاص والبضائع بسرعة فائقة بين المباني. ده رقم واحد. يبقى رقم واحد ينتقل الناس، دي كلها رقم واحد. ينتقل الناس باستخدام أنابيب الهواء المضغوطة التي تنقل الأشخاص والبضائع بسرعة فائقة. والطاقة اللازمة لتشغيل المدينة تأتي. 2. الطاقة اللازمة لتشغيل المدينة تأتي من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يبقى دي الخصوصيات اللي موجودة على مين؟ على مدينة القمر. على مدينة القمر. أصبح السفر بين الأرض والقمر أمرا روتينيا. هل يستطيع البشر السفر بين الأرض والقمر؟ هل يستطيعون السفر بين الأرض والقمر؟ نعم، أصبح هذا السفر أمرا روتينيا. فالسفن الفضائية تقلع كل يوم حاملة السياح والعلماء إلى القمر ومنه إلى الأرض. وهناك فنادق فاخرة تطل على مناظر خلابة يعني جميلة، وتقدم تجربة فريدة يعني نادرة من نوعها للسياح. يبدأ تامر يومه مبكرا بعد الاستحمام في مياه معاد تدويرها. بيستحمى بمية معاد تدويرها. يتناول وجبة الإفطار الغنية بالفيتامينات والمعادن، ثم يتوجه إلى مختبره على تطوير تقنيات جديدة لزراعة المحاصيل. بعد الظهر يرتدي بدلته الفضائية. لماذا يرتدي بدلته الفضائية بعد الظهر؟ لا، بيرتدي بدلته الفضائية بعد الظهر. هتقول كده لاكتشاف منطقة جديدة، يتسلقون الجبال القمرية الشاهقة. 2. ويتجولون في الكهوف المظلمة ويأخذون قياسات دقيقة للجاذبية والإشعاع. يبقى أولا أين حدثت هذه القصة؟ رقم 1 طبعا حدثت هذه القصة على سطح القمر. على سطح القمر. 2. كيف تتميز الحياة على القمر؟ بالكثير من الخصوصية. 2. هتقول كده أصبح التنقل عبر أنابيب تعمل بالضغط الهوائي. أنابيب تعمل بالضغط الهوائي بدلا من الانتقال بالسيارات. فهي تنقل الأشخاص والبضائع
تنقل الأشخاص والبضائع بسرعة فائقة. بسرعة فائقة. رقم 3. هل يستطيع البشر السفر بين الأرض والقمر؟ وكيف حدث ذلك؟ أصبح السفر أمرا روتينيا. رقم 3. أصبح السفر بين الأرض والقمر أمرا روتينيا. أمرا روتينيا حيث تحمل يوميا السياح. حيث تحمل يوميا السياح. السياح والعلماء والعمال. حيث تحمل السياح والعلماء إلى القمر. دي رقم 3. رقم 4. لماذا يرتدي تامر بدلته الفضائية بعد الظهر؟ لماذا يرتدي؟ لأنه يركب مع العلماء. رقم 4. لأنه يركب مع العلماء. مركبة قمرية ينطلقون بها لاستكشاف مناطق جديدة. ما النوع الأدبي في هذه القصة؟ النوع الأدبي هي خيال علمي. والقصة اللي معانا خيال علمي. كيف عرفت نوع هذه القصة؟ من خلال من خلال ذكر بعض المخترعات والتطورات التكنولوجية الحديثة. والحياة فوق كواكب أخرى. والحياة فوق كواكب أخرى. فأصبح القمر موطنا لمين؟ للبشر. أصبح موطنا للبشرية أو للبشر. بعد كده بيقول لك الحديثة فوق كواكب أخرى فأصبح موطنا للبشر. كيف عرفت نوع النص؟ حلل مع ذكر دلائل. طبعا من هذه الدلائل بيقول لك هنا مدن تحت قباب زجاجية. مدن تحت قباب زجاجية. 2. التنقل بأنابيب هوائية. كل ده دليل من النص. التنقل من القمر للأرض. أصبح التنقل من الأرض إلى القمر أمرا روتينيا. بعد كده رقم 3. أسلوب طبعا توكيد. إن الحياة صارت حياة بعد عقود. يؤكد بذل جهد كبير جعل البشرية. يؤكد بذل جهد كبير جعل البشرية تعيش عصرا متطورا.
يجعل القارئ لديه الإصرار والعزيمة على العمل الجاد والسعي الدائم، وينظر إلى المستقبل بنظرة أمل. بعد كده رقم: هل يوجد ارتباط وثيق بين العلوم والمستقبل؟ طبعا نعم، يوجد ارتباط وثيق. نعم، إن العلوم كل يوم تأتي بجديد واكتشاف، أو اكتشافات متنوعة ومتجددة في كافة المجالات، وهو ما يتيح للبشر فرصة عظيمة لتغيير المستقبل. رقم 2: هل التقدم التكنولوجي والعلم مفيد أم ضار؟ طبعا مفيد للبشرية، وهو سلاح ذو حدين إذا استخدمه البشر لنفع البشرية فهو مفيد، أو الحد من التلوث مثلا كان مفيدا. وإذا استخدمه في الحروب والدمار والقنابل كان ضارا. هنا نكون قد انتهينا من صفحة 97. صفحة 98 وهي مراجعة على الفعل اللازم والفعل المتعدي. فالفعل اللازم هو الذي يكتفي بفعل. ملضع خطا تحت الفعل. أول حاجة: ألبست كلامي زينة لغوية، من حيث التعدي واللزوم. طبعا الفعل هنا فعل متعد. فعل متعد لأنه له مفعولين. عندنا هنا المفعول الأول ألبست فعل وفاعل، وعندنا هنا كلامي المفعول الأول، وزينة المفعول الثاني، ولغوية نعت منصوب. يبقى هنا الفعل بتاعي فعل متعدي. الفعل مفعول به الثاني زينة، والمفعول به الأول هو كلامي. طهر قلبك، الفعل بتاعي طهر أنت، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. وقلبك مفعول به أول بالرضا بقضاء الله، يبقى مفعول به. يبقى الفعل هنا أيضا متعد. المفعول به قلب، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. شبع الجائع، شبع فعل ماضي والجائع فاعل، يبقى هنا اكتفى بفاعله، يبقى الفعل بتاعي هنا فعل لازم لأنه اكتفى بفاعله. علمت فعل وفاعل، والعفو مفعول به أول، وسلاح مفعول به ثاني، يبقى الفعل هنا متعد. المفعول به الأول العفو، المفعول به الثاني طبعا كلمة سلاح. وعندنا هنا قلبك المفعول به. عندنا جعل الأطفال فعل ماضي مبني على الفعل، الأطفال فاعل، الورقة مفعول به أول، ولوحات مفعول به ثاني منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى الفعل عندي هنا جعل فعل متعد. يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، الله فاعل، عباده مفعول به، والمؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء. يبقى الفعل بتاعي هنا متعد، والمفعول به هو عباده. اذكر سبب النصب. رأيت القناعة كنزا لا يفنى. رأيت فعل وفاعل بتنصب
مفعولين، والقناعة مفعول به أول، وكنزا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة. نام الطفل فعل ماضي، الطفل فاعل، وهادئا هنا حال منصوبة بالفتحة الظاهرة. بات الطفل هادئا، بات فعل والطفل فاعل، وهادئا طبعا هنا خبر بات منصوب بالفتحة. إن الصوت، إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الصوت اسم إن منصوب بالفتحة، والهادئ دي نعت منصوب بالفتحة. وعندنا مريح هنا خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة، وللنفس جار ومجرور. بعد كده بيقول لك هنا أكمل بالفعل المطلوب. النقود في الحقيقة فعل مبني للمجهول، هنقول هنا وضعت النقود في الحقيبة. القائد العدو جبانا ينصب مفعولين، علم القائد العدو جبانا. الحكم المباراة ببراعة فعل متعدي لمفعول واحد، أنهى الحكم المباراة ببراعة. القارئ واعيا فعل ناسخ يجعل واعيا خبرا، أصبح. القطار ممتلئا، أقول رأيت القطار ممتلئا. بعد كده هندخل على اجعل مما يلي منصوبا على المفعولية. أقول هنا علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا. علمت فعل وفاعل، والصدق مفعول به أول، ومنجيا مفعول به ثاني. حسبت الثوب جديدا، طبعا الثوب مفعول به أول، وجديدا مفعول به ثاني. المتفوق تاجا، جعلنا المتفوق تاجا، المتفوق تاجا. الخيط قماش، جعلت الخيط قماشا. فالخيط مفعول به أول، وقماشا مفعول به ثاني. كتب الطالب هذه العبارات، راجعها وميز الصحيح منها وصوب الخطأ. عندنا هنا أدركت أصدقائي قبل أن يسافرون، طبعا قبل أن يسافرون لا، قبل أن يسافروا، طبعا هنا يسافروا قبل أن يسافروا. حديث الصديقان كان ممتع، لا كان هو ممتعا، كان هو إيه؟ كان هو ممتعا. وحديث الصديقان هنا مرفوعة خطأ، حديث الصديقين لأنها مضاف إليه، حديث الصديقين. وكان ممتعا، كان إيه؟ كان ممتعا. يبقى حديث مبتدأ، والصديقين مضاف إليه، وكان بتنصب، كان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان هو اسمها طبعا مستتر، وكان هو ممتعا خبرها منصوب بالإيه؟ بالفتحة. أعطيت الأصدقاء هدايا تذكارية، هنا بقول لك هدايا الأصدقاء، لا مش الأصدقاء. أعطيت فعل وفاعل، يبقى الأصدقاء منصوبة، الأصدقاء. هدايا تذكارية، لا هي هدايا تذكارية منصوب طبعا بتنوين هدايا تذكارية، لأن تذكارية دي نعت لكلمة هدايا، وهدايا منصوبة تبقى تذكارية أيضا منصوبة. ليت أخوك، طبعا أخوك ليت هنا بتنصب المبتدأ من أخوات إن وأن وليت ولكن ولعل، يبقى تنصب المبتدأ. وهنا أخوك مرفوعة بالواو، لا لازم تنصب اسمها ليت منصوب بالألف. أقول أخاك. بعد كده
اجعل المفعول مبتدأ. رأيت المشاهدين، فين بقى المفعول؟ رأيت المشاهدين، يبقى عندك هنا المشاهدين هي المفعول، يبقى نخليها مبتدأ، يبقى هنقول المشاهدون منجذبون، مبتدأ مرفوع بالواو، ومنجذبون خبر مرفوع بالواو. اتخذ الأب الأبناء أصدقاء، اجعل المفعول به، فين المفعول به؟ الأبناء، يبقى هنخليها الأبناء أصدقاء، الأبناء أصدقاء الأب. جعل العمال الذهب حليا، طبعا هنا الذهب، يبقى نقول هنا الذهب أصبح هو حليا، فحليا منصوبة لأن هي أصبح ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يبقى حليا خبرها منصوب. وجدت الجواب عند معلمي، طبعا المفعول به هو الجواب، هنقول كده الجواب وجدته عند معلمي. طبعا بقول لك هنا اكتب قصة خيالية ستنشر في مجلة يكون العام فيها 2040، يعني 2040. طبعا دي هنحلها في صفحة لوحدها. إلى نشاط رقم 8 صفحة 98، بيقول لك اكتب قصة خيالية ستنشر في مجلة المدرسة يكون الزمان فيها سنة 2040 مع التركيز على عناصر القصة، عنوان والعالم الخيالي والشخصيات والصراع والنهاية. العنوان بتاعنا هنا مدينة النور عام 2040. أول حاجة العالم الخيالي، في عام 2040 ظهرت مدينة خيالية تحت الأرض تدعى مدينة النور، بنيت داخل كهف ضخم مضيء بالكريستالات السحرية، وكان سكانها يعيشون في سلام وتكنولوجيا متطورة تشغل بالطاقة الشمسية التي تجمع من سطح الأرض. بعد كده نتكلم على الشخصيات. بيقول لك سلمى فتاة ذكية وشجاعة تبلغ من العمر 12 سنة، تحب الاختراع، وآدم صديق لها يحب المغامرات ويجيد استخدام الأجهزة التكنولوجية. الآلة الظلية هي آلة قديمة، هي آلة قديمة استيقظت بعد سنوات وبدأت تفسد النظام في مدينة النور. نأتي إلى الصراع. في أحد الأيام انطفأت أنوار المدينة فجأة واختفت الطاقة التي تغذيها. اكتشفت سلمى وآدم أن الآلة الظلية عادت للحياة وتخطط للسيطرة على المدينة من خلال امتصاص كل مصادر الطاقة. حاول الجميع الهروب، لكن سلمى قررت أن تواجه الآلة مع آدم. النهاية، اخترعت سلمى جهازا صغيرا يعيد برمجة الآلة الظلية لتصبح حارسة للمدينة بدلا من أن تكون عدوة لها. نجحت خطة سلمى وآدم وعادت الأنوار، واحتفل سكان مدينة النور بشجاعة سلمى وآدم، ومنذ ذلك اليوم أصبحت سلمى قائدة المخترعين في المدينة اللي هي مدينة النور. نأتي إلى ختام صفحة 98. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.